الآن. جيان صاحب 28 هدف في دورينا، إنه يجعل جرافيتي يستسلم وبالتالي يبحث عن الهدف رقم 29. لو فعل ذلك الآن جيان حطها جيان بخبرته العريضة. هداف دورينا يعلن عن هدفه الشخصي رقم 29 في دورينا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن مهاجم النادي الأهلي جرافيتي. لاحظ اللقطة، لاحظ القرار، القدم اليسرى أولا ثم أكملتها القدم اليمنى. هنا القدم اليمنى لأسامواء جيان تعلن إذن أيها الأحبة في كل مكان عن تقدم لنادي العين بهدف للا شيء في الدقيقة 23. تصل هجوم جيان، الله يا كبير، الله يا كبير، الله 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 يا جيان. لا قالوا في أحلى مكان، حطها في أحلى مكان. جيان كمل 30 هدف، كمل متعة الموسم، كمل الأهداف الجميلة. يا سلام على حطاتك وهو واقف، وعلى الواقف حط كرة جول، جول ثاني عيناوي. صفق له الناس، صفق له الناس هنا في القطارة. يا على حطاته ويا على لعباته. 70 دقيقة، 16 دقيقة على النهاية. التقدم الآن حاضر من إبراهيم سعيد، استحوذ على كرته، يحاول التقدم، ينجح بالمرور، يتوغل، يرسل كرة هدف. نعم هدف، تقليص الفارق لنادي بنياس، هدف عن طريق صالح المنهالي، لكن كرة كانت صالحة من إبراهيم سعيد، هو اللي تقدم. يبدو لي سنغهور، نعم أندريه سنغهور. 13 هدف أصبح لديه في دورينا، لكن العمل رائع من إبراهيم سعيد، المرور، التوغل من جهة عبد السلام محمد، ثم تحضير كرة على طبق من هدف. سنغهور نجح في تحويل الكرة فعلا إلى الهدف. 2-1. وهجوم الآن لبنياس، محاولة قائمة، يا سلام، التمريرة البينية أجمل الآن، والكرة متاحة خاطئ. جول 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 سنغهور وبالراس، يعني جول. وهدف التعادل يأتي عن طريق عميد الهدافين أندريه سنغهور. في هالمكان ما يصدق خبر، وجاء بخبر سعيد لجماهير نادي بنياس إنه يسجل هدفه الشخصي رقم 14 وينجح بتسجيل هدف التعادل الآن في مرمى العين. بنياس ينتشي مستغلا النقص العددي، سيطرة، هيمنة، ورغم تقدم جيان بهدفين سنغهور رد على جيان بمثلها، وأصبحت النتيجة 2.